حي لافيلوط او المدينه العليا كان كيتعتبر من ارقى احياء المدينه واكبرها ايضا، لان الامتداد ديالو كيبدا من الجامع الشعبي الى رون بوين فيلا المرحوم بوضياف، الرئيس الجزائري الاسبق اللي كان عايش في قنيطره، شارع الامام علي، وكندوروا شارع احمد شوقي الى رون بوين ملعب كره السله، زنقه ابي بكر الصديق، زنقه بن بطوطه، سعد زغلول، محمد غرنيط، لبنان، جميل صدقي الزهاوي وغيرها من التناقي. قلت تحية كبير، وبالمناسبة كنشكر السي هشام العمراني الحكم الدولي لكرة السلة على المجهود الكبير اللي بذلوا باش نطلعوا هذا الفيديو على لافيلوط، لأن المهمة ماشي سهلة مع كثرة الزناقي والشوارع والعائلات، وهذا الشيء كله بمساعدة مجموعة من الناس اللي كنشكرهم حتى هما: حموش عبد العزيز، حموش سي محمد، علاء الخياطي، كبير الغضبان، بواد الشهب وشكيب حمزي. حي سكني بامتياز مكون من فيلات وعمارات هما الاولين في قنيطره. غنبداو الجوله من الجامع الشعبي حدا الرومبوان ونمشيو شارع الامام علي على اليسار. في الجهه اليمنى معمل نجاره مسيو روبير امبير ومحل اقامته، مقابلين معاه المسجد وحداه فيلا فرتاق وفيلا البوعزاوي، بزاويه زنقه ابي بكر الصديق مع زنقه بن بطوطه ماكينه الخشب ديال التدفئه ديال با الصديق، مقابله معاها عماره الزيزي اللي كانت فيها عائله كريمبو تحتها ساكا، زاويه سعد زغلول، دار السرغيني مول البياس في الخبازات، وكراج اسباني ديال المطاله والصباغه، مقابله معاه فيلا المعلم بركات وفيلا بن كيران الجواري وفيلا الكوش، قدامهم فيلا بن داود وفيلا الشماك وفيلا جليديات اللي لعبوا الكاك اواخر الثمانينات والتسعينات، مقابلينهم عمارات بلوك مارين.